السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. عواشركم مبروكه هاد النهار هذا البنات. عندي كيكه ديال العيد، درت جوج كيكات وغنشارك معكم. هاد الكيكه ديال الفواكه البنات الجافه ان شاء الله، تتبعوا الفيديو حتى الاخير. وعواشركم مبروكه وشكرا كاملين الناس اللي عندي في القناه ديالي وحتى الناس جدات مرحبا. بركه الله غادي نبداو بالمقادير ديالنا البنات. كيكه ساهله ما فيها لا مجهود لا تماره. هذه البنات غنطربوها غير بالطراب اليدوي. احتاجيت 4 البيضات، نص كاس ديال السكر سنيده. غنطربهم كما قلت لكم غير بالطراب اليدوي، ما تحتاجوا لا طراب كهربائي لا والو. غنزيدوا واحد الساشيه ديال الفاني وغنطربوا حتى هي غير بيدينا البنات، غير بالطراب اليدوي. غنزيدوا البنات كاس ديال الزيت. هاد الكاس البنات شويه راه عامر، كبير واحد شويه على ديال العنبه البنات ديال اتاي. المهم القياس اللي عبرتوا به الحليب عبروا به الزيت. هانتوما راني درت نفس الكاس، كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب ونص كاس ديال المزهر. ديروا البنات نص كاس ديال المزهر وردوا عليا، راه تتجي فنه هاد الكيكه. وعندي البنات كاس عامر بين القرقاع مهرمش والكاوكاو مهرمش، كلهم البنات راه ما حمرتهمش لا كاوكاو ولا القرقاع. هنا عندي التمر، قطعت تقريبا واحد 250 غرام ديال التمر، تقريبا ربعه ديال التمر البنات قطعتها طريفات هكا بالمقص ولا بالموس. ما تحتاجوش تحنوا التمر، غير قطعوها. هنا معلقه صغيره ديال القرفه، وهنايا الدقيق البنات. انا غنعبر لكم الدقيق وغنوريكم داكشي باش عبرتوا الزيت والحليب غتعبروا به حتى الدقيق. غنديروا هنا واحد الساشيه ديال الكاكاو، ولكن من الاحسن البنات الا ما عندكمش ما ديروهاش. انا راه اول مره ندير هاد الساشيه ديال الكاكاو فيها، ما كنديرهاش كاع نهائيا ديك الساشيه ديال الكاكاو. هاد المره درتها كما قلت لكم البنات. هانتوما نفس الكيسان باش عبرت الدقيق باش عبرت الزيت والحليب. الا درتو كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت غديروا جوج ديال الدقيق. المهم الدقيق ما تكتروش بزاف، وجوج خمارات حمرين. وهانتوما الكيكه ديالنا البنات وجدات صافي، ما تزيدوا حتى حاجه. كتجي غزاله البنات، كتليق لكم هكا لقوتي للدراري ولا في الاعياد، ولا كتجي بنينه الصراحه. وممكن تستغناو حتى على السكر، خليو غير الحلاوه ديال التمر. المهم انا راه زدت ليها غير نص كاس ديال السكر صافي. غادي نجيب الموله البنات ونرجع معكم، راه ساهله بزاف. هانتوما الخليط ديالنا كيفاش كيجي، راه كيجي ثقيل، راه ماشي ديك حيت فيها دوك المكسرات كتهزي تيجيكم ثقيل، ولكن راه ما تخافوش منه، راه كيجي ناجح 100%. انا استعملت هذا المول هذا البنات اللي فيه هذا الموتيف هذا. نتوما استعملوا اي مول، راه ممكن تستعملوا حتى الطاوه هكا الطويله ديال الجنواز، ممكن تستعملوها في اي حاجه. انا كهاد الكيكه كنديرها في اي مول عندي قدامي كنديروا البنات. هنايا دهنتو، ضروري دهنوا هاد لي مول ديال تركيا، دهنوهم بالزبده ودردروا عليهم شويه ديال الدقيق وصافي باش ما يلصقش. راه ما كتلصقش نهائيا ملي كديروا ليها الزبده. هانتوما الخليط ديالنا كيفاش كيجي ثقيل وزوين البنات، وكتجي ناجحه 100%. صافي غادي نديها للفران طيب عادي البنات تقريبا شي 30 دقيقه، وغادي نخرجوها وان شاء الله نتلاقى معكم. غنديها للفران ونرجع معكم البنات. وهذه هي الكيكه ديالنا البنات. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الصراحه الميزه ديال هاد لي مول ديال تركيا هي ما كيلصقوش ملي كدهنيهم في الاول ديالهم، هي ملي كتبغيو تستعملوهم دهنوهم بالزبده. وهانتوما النتيجه ديال الكيك ديالنا كيفاش كيجي، راه بلا تزيين البنات بلا حتى حاجه. هاد لي مول كيزينوا راسهم الصراحه. وحتى هاد الكيكه بنينه بزاف، ما كتحتاجش نهائيا تزيين، هي اصلا راه مزينه راسها براسها، بنينه البنات من الداخل كتشهي. وان شاء الله غدا غنحط لكم حتى هاد الكيك الاخرى بالنكهه ديال الحامض. هادو البنات اللي درت في هاد العيد ساهلين ماهلين البنات. المهم هكا نديو في الغفله ولا في العيد ولا الا كنتي زربانه. المهم انايا البنات صراحه لاخر لحظه درتهم وتبارك الله جاو فنين البنات، رطبين بزاف وجاو صراحه المذاق يا سلام. هذيك راه غير بالحامض بالنكهه ديال الحامض، ولكن الاخرى هذه اللي كنزين معكم دابا راه بالفواكه الجافه اللي شاركت معكم، جات بنينه 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 بزاف. نتمنى تجربوها. التزيين كيبقى لكم الاختيار، ممكن ما ديروا ليها حتى حاجه، ممكن ديروا غير واحد دانون ديال دانيتا ديال الشوكولاته وديروها من الفوق وتزينوا صافي وتخليوها، ولا تخليوها بلا تزيين. انا هزيت شويه ديال الشوكولاته الاسود دوبتوها البنات في الفوق البان ماغي
وزدت عليه شويه ديال القشده الطريه صافي. بالنسبه للقوام ديالو البنات جا شويه عاقد، الا بغيتو تخليوه هكا يجي مرفخوف زيدوا القشده الطريه صافي. نتوما كتحكموا في هاد القشده، في هاد القوام ديال الكناج ديالكم. والتزيين ديروا نتوما اللي عجبكم، التزيين تيبقى لكم الاختيار، ديروا اي حاجه طاحت لكم في البال ممكن تحكوا عليها، تحكوا على فوق منها البنات غير شي هكا البنات حويبات ديال الشكلاط ولا الشكلاط الابيض ولا تخليوها هكاك. المهم اي حاجه باش زيناها راه ماشي مشكل، راه الداخل ديال الكيكه هو اللي اهم البنات، تتجي بنينه بزاف. ايوا نتمنى ان شاء الله البنات تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى ما تنساوش خصكم اللايكات والبارطاج فيما عجبكم، والدعم خصكم حتى الاخير، وما تنسونيش من اللايكات. وها نتوما تزيين بسيطه البنات، كيكه واعره زوينه بنينه بزاف. صافي هنايا غادي نجيب غير واحد شويه ديال الحبيبات بقاو عندي، حيت ما مشيتش نهائيا في هذا العيد عند دوك الناس اللي تيبيعوا داكشي ديال الحلويات، ما مشيتش عندهم كاع داكشي، علاش بقى عندي غير زينت غير بداكشي اللي عندي في الدار وصافي. حنايا بالنسبه للحوانت اللي حدايا ما كاينش فيهم هادشي تاع الباتيسري، تلقاي عندهم غير الشوكولاط البيض والشوكولاط الاسود صافي. داكشي اللي تيكون عندنا في الحانوت ولا داك الفيرميسيل الملون. ولكن ملي كنطلع لمراكش راه كنشارك معكم هادو البنات الحوانت دول ديك الناس اللي تيبيعوا داكشي ديال لوازم الحلويات، كنجيب لكم الجديد. ولكن هاد المره ما مشيتش، ان شاء الله يفوت العيد ونشارك معكم بزاف د الحاجات ان شاء الله. الحلوه البنات ما درتهاش كاع هاد المره، بقات عندي غير واحد، بقى نديرو شويه ديال الصابلي. ان شاء الله يفوت العيد ونشارك معكم ان شاء الله شي اشكال جداد ان شاء الله يا ربي. ايوا نتمنى تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله مع وليداتكم، نتمنى يدوز العيد ديالكم زوين مع العائله والحباب واللي اللي عز عليكم يا ربي. والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون البنات، كل واحد الله يرزقه، والله يحفظ لكم وليداتكم يا رب العالمين وما عز عليكم. المهم هنايا كما قلت لكم راني هكا مع الليل دابا البنات، هاد اللحظه هادي راه ديال الليل. داك هادو دوك الحبيبات ديال الشكلاط راه ملونين فيهم الالوان ولكن ما باينينش مع الليل. صافي غادي نخليها ان شاء الله الصباح ونفطروا بها في العيد ان شاء الله يا ربي. وعواشركم مبروكه، وانا غادي نقطعها تشوفوها معايا ان شاء الله يا ربي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا البنات، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ضروري نقطعها تشوفوها من الداخل كلها مكسرات كتجي بنينه بزاف البنات. نتمنى هذا لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى ما تنساوش تحطوا اللايكات والبارطاج فيما عجبكم. وعواشركم مبروكه، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه.